الطيور العربية المهاجرة في إيطاليا اختتموا تجمعاتهم على موائد الإفطار الرمضانية بأكبر تجمع للجنسيات العربية الموجودة في روما، واللي نظمته ودعت إليه جالية العالم العربي في إيطاليا. مرحبا بكم من العاصمة الإيطالية روما، وحفل إفطار جالية العالم العربي في إيطاليا تراي بمناسبة رمضان. النهارده مائدة رمضانية جمع العرب من كل الجنسيات، مصريين، تونسيين، مغاربة، توانسة، جزائريين، ليبيا، السودان، كل النهارده الجاليات العربية كانت موجودة. حرصت جالية العالم العربي في إيطاليا إن الإفطار يتم في مكان عربي في أحد المطاعم المملوكة لأحد أبناء الجالية السورية في إيطاليا علشان تكون ليلة عربية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. La lingua ufficiale è la lingua italiana, siamo tutti italiani e ognuno orgoglioso di essere delle sue origini, per questo oggi siamo uniti nella ricchezza delle nostre diversità, nella ricchezza delle nostre religioni, nella ricchezza delle nostre abitudini, dal Libano alla Palestina, dall'Egitto al Sudan, al Marocco, all'Algeria, alla Romania, a Colombia, a tutti, a Tunisia, cioè tutti i paesi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. كل عام والجميع بخير، ونتمنى ان شاء الله تكون كل هذه المناسبات مناسبات تجميع ومناسبات تآلف ومناسبات ود ومناسبات يعني نلتقي فيها دايما على الخير ونقدم فيها اجمل ما عندنا ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله ان هذه اللقاءات تزيد، لان بزيادتها ان شاء الله بتزيد رقعه المحبه والود والوئام بين الناس. Fondamentale sia continuare a nutrire questi momenti, questi incontri di arricchimento culturale nel quale noi possiamo imparare tanto dei nostri fratelli che una volta superato il pregiudizio e la difficoltà della non conoscenza possiamo soltanto che riempire il cuore di queste esperienze positive e imparare a scoprire qual è il vero pregio di ogni cultura e quanto possiamo crescere insieme con un pochino di docilità e di... Per questo invito, anche siamo onorati di stare tra di voi oggi per l'Iftar di Ramadan, un complimento per l'organizzazione di questa serata, anche complimenti per il dottor Fouad Audi per l'attività che sta svolgendo tutto il tempo, anche tutto il mese di Ramadan, anche il suo impegno per proprio portare tutta la comunità araba in una serata come questa, anche in vari convegni.
Grazie, un grazie da me, il portavoce della comunità egiziana in Italia, al professor Fouad Audi, a voi perché avete partecipato a questo iftar. الإفطار جمع معظم أبناء الجنسيات العربية في إيطاليا من مصر والسودان وتونس والمغرب والجزائر وليبيا ولبنان وسوريا كمان والسعودية واليمن، وشاركهم كمان الأفغان وباكستان وكوبا وكولومبيا. Buonasera a tutti, oggi l'iftar di varie comunità che siamo presenti qui a Roma, ma come il dottor Fouad Audi l'ha detto che più di 500 iftar che hanno fatti in tutto il paese, Italia. Siamo orgogliosi dell'organizzazione, oggi è presente anche la comunità afghana, ma siamo tutti esseri umani, ma non c'è la diversità una dall'altro, ma è la nostra integrazione viene con questo, dobbiamo starci insieme tutti quanti, per questo che siamo riuniti. Buon iftar, tante belle cose nella vita. Grazie ancora. مساء الخير عليكم كلكم، انا سعيده جدا ان انا موجوده في المكان ده ومع الناس الجميله دي. طبعا احنا موجودين في روما وموجودين بنفطر مع بعض كلنا هنا في فلسطين مع اجمل ناس، يعني معانا باشمهندس عادل عامر، معانا دكتور فؤاد عوره، معانا رامي هاشم، استاذ محمد يوسف، محمد حنود، يعني انا مش عايزه انسى حد، بس الناس هنا كلها جميله، الناس كلها حلوه. طبعا دكتور سامي، الشيخ سامي، كل الناس اللي موجوده هنا انا بحبكم كلكم وانا سعيده جدا ان انا معاكم. طبعا انا جايه لكم من سفر، يعني انا مش سهله كده. انت نورت الحفله يا دكتوره. قطر رايح وقطر جاي، نورت روما كلها. انا جايه من توسكانا، يعني جايه من كراره ورايحه وجايه، بس انا بحب نورت روما دكتوره هناء. الحلوه اللي موجوده في روما، اوكي، وبحب الراجل ده جدا. نورت الدنيا. والله. ماشي، شكرا جزيلا، بشكركم وبحبكم كلكم. يلا اوكي. منى حيدر احمد من لبنان. بيدمروها. انا اول شيء بدي اتشكركم على الدعوه اليوم اللي بعثوا لي اياها، كان لي شرف كبير اني اجتمع فيكم وعلى سفرتكم الحلوه، وكثير عن جد حاسه اني عن جد ببلدي مع ابناء بلدي، جد جميع الجاليات العربيه، عن جد يعني شعور ما بنوصف. لاول مره بحس فيه، لانه لاول مره بجتمع مع الجاليات العربيه ما بقولوا. حسيتي برمضان النهارده؟ برمضان فعلا، واني بجو عربي 100%، جد، مع انه كان في معنا تليان وكان معنا من جماعة الطوائف، مسيحيين، مسلمين، قبطان، يهود، يعني نحن كلنا بالنهاية أهل، يعني والغربة عن جد جماعتنا، جد جماعتنا، واللي هي ما بتحسسنا إن نحن بغربة. جد أنا فعلا لما كنت قبل عم بقول إنه جد لأول مرة بحس بهالشعور، إني رجعت سنين لورا كثير. أنا محمود حسنين، بتمنى لكم أيام سعيدة وتعيشوا بصحة وسلامة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 25 في رمضان، كان إفطار عند أخونا وصديقنا الدكتور فؤاد الكوماي، فكانت سهرة والله سهرة جميلة والحمد لله، يعني كانت من كل البلدان. والحاجة اللي فرحتني اني شفت علم الجزائر، علم الجزائر، علم بلد ابويا، يعني حاجة اشعرت في لحمي وحاجة حسيتها في دمي اللي حز في قلبي. يعني بصراحة الغربة ما اصعبها، ما اصعبها، وكل امين يا رب، يعني ان شاء الله دايما ما فيش غربه يا رب يا رب. ده احنا غربه هنا وغربه في بلدنا يا اكرامي، والله غربه هنا وغربه هناك، بس بنحاول نقول ما فيش غربه. والحمد لله اللقاء كان جميل ورائع رائع رائع جدا، وانا اعيد على الامه الاسلاميه الكل عيد ان شاء الله مبارك سعيد،
وان شاء الله رمضان الجاي يكون احسن واحسن. ده احنا ما حسيناش بيه والله، كل يوم نروح في حته. الحمد لله الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يحفظك يا اكرامي ويحفظ لك العيله الكريمه، وربنا يوفقك ان شاء الله. انا عبد الله درويش. كل سنه وانتم طيبين جميعا، رمضان كريم، وربنا يعيد عليكم بالخير واليمن والبركات ان شاء الله، وربنا يبارك في اولادكم باذن الله. La vera integrazione che ci troviamo ogni tanto proprio uniti tutte le comunità insieme a tutti i cristiani, perché è un segnale forte che noi dobbiamo dare a tutto il mondo che possiamo stare e essere in pace tutti insieme. Grazie a tutti. الجيريا، جزائر. امل، انت مولوده هنا في ايطاليا، بتدرسي ايه يا امل؟ mediazione linguistica all'università Lusa. ألسن يعني لغات. تمام. امل، بتصومي من وانت قد ايه تقريبا؟ Da quando sono piccola, da quando avevo 10 anni. الصيام بالنسبه لك هنا في وسط المجتمع الايطالي فيه صعوبه؟ No, non è difficile ragionare come in Italia, perché sono cresciuta in una famiglia che ha dato modo di riuscire a ragionare tranquillamente, ci ha sempre aiutato. اوكي. الصيام بقى بالنسبه لك هنا في ايطاليا يعني في بتواجهي صعوبه، بتواجهي تحديات بالنسبه للمجتمع اللي حواليكي؟ الصيام في ايطاليا صعب عشان العائله من كنا صغار تعودنا دايما نصوم من عمرنا 10 سنين. طيب قولي لي بقى، لما حد بيسالك عن الصيام من الايطاليين او من اصحابك، بتجاوبي بتوصلي له ازاي فكره الصيام؟ نجرب نفهمهم المعنى تاع شهر رمضان، وعلاش رمضان مهم كثير على المسلمين. مولوده هنا في ايطاليا؟ بدات تصوم رمضان من امتى في ايطاليا؟ انا اتولدت هنا في ايطاليا. بدات تصومي رمضان من امتى؟ Come trovi Ramadan in Italia? Soprattutto quest'anno che ci sono tutte queste cene insieme. وانت شايفه النهارده احساسك ايه في التجمع العربي ده النهارده؟ مبسوطة قوي. حسيتي باجواء رمضان؟ شكرا ليكي. الله اكرم. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين. يلا نشوفكم على خير. متشكرين يا زعلاء، متشكرين على حضورك والله بجد، شرفتنا والله. شايف النهارده ازاي؟ الحمد لله. ايه؟ نفرح نشوف العرب ملمومه كده متحدين. يا رب دايما كل العرب متحدين يا رب. كل سنه وانتم طيبين. Prima di tutti voglio ringraziare a tutti per la presenza, anche devo ringraziare Audi per l'ottima organizzazione che fa sempre a Kumai. Siamo sempre andare avanti perché abbiamo un ottimo presidente. Come ha detto, sono responsabile dell'ufficio di stampa di Kumai. Sono arrivato a questo posto anche sempre il consiglio da lui. Anche c'è una persona qua, la voglio firmare perché lei ha messo prima sulla strada dove è arrivato adesso. Dottoressa Hana Youssef. un attimo. الدكتورة هناء يوسف، أنا أقول للأخوة العرب ليها يعني فضل كبير طبعا عليا في بداية حياتي وبداية مشواري. النهارده بنتهز الفرصة، هي موجودة بجد، أنا بوجه لها الشكر. زي دكتور فؤاد يمكن أنا بندده ونبموزه طبعا يعني بفضل توجيهاته ونصايحه. وجودي في كوماي أضاف ليا كتير، لكن الحقيقة بداية مشواري الإعلامي ومشواري الصحفي أنا كنت اكتشاف السيدة اللي قدامكم دي. بجد أنا بشكرها في كل مناسبة، يعني بجد أوجه لها الشكر، وبستأذن الدكتور فؤاد يديها الكلمة.
Sicuramente voglio presentarla anche perché è un'amica, è lei che ha avuto il piacere, tramite lei che ho conosciuto Ikrami, per questo lei ha anche questo merito. Fa un lavoro eccellente, specialmente l'insegnamento della lingua araba, e questo per noi, per la seconda e terza generazione, è fondamentale. Intanto io sono già devo dire adesso perché sono appena arrivata anche da Canada. أنا كليب لك ماشي بعد باب السويقة وانت باب جديد. باب جديد. Per stare con voi oggi. ديما أنا والجماعة باب جديد. Non so cosa devo dire. كل باب السويقة. Solo che sono أربعة مفارقة. كيف؟ توا أربعة لا في عز. لا القلوب حتى هي معدودة. فرصة سعيدة. صاحب دعوة اليوم البروفيسور فؤاد عودة رئيس جالية العالم العربي، واللي الحقيقة أثبت اليوم نجاح جالية العالم العربي في تجميع العرب من جميع الجنسيات المقيمة في إيطاليا. أهلا بيك يا دكتور. اليوم كان نجاح يعني، وسعيدين في هذا النجاح للجالية، لأنه كنا مع أفراد الجالية، كنا مع جيش الجالية بدون جنرالي اللي يتحكموا فينا من بعيد، وبدون ما يغضوا بداخل حقيقة الجالية. اليوم الجالية أثبتت أهدافها الرئيسية، تعريف كل العادات والتقاليد اللي احنا نفتخر فيها. عرفنا على جميع الأصدقاء الطليان والغير إيطاليين ما هو رمضان وما عادات رمضان. في نفس الوقت اليوم كان حضور كبير من كل الدول العربية، من السودان، من ليبيا، من مصر، من الجزائر، من فلسطين، من المغرب، من تونس، من كل الدول العربية. وهذا فخر إلنا. ليش؟ لأن الكوماي هي جمعية أو جالية غير دينية مفتوحة لجميع الدول العربية، لجميع الأديان، وهي غير دينية. ليش؟ لأنه إحنا بنآمن وبنحترم كل الأديان، وفي عنا مسيحيين ومسلمين وكوبتي ومن كل الأديان اللي موجودة في الدول العربية. وكان وجود كبير للنساء العربيات والجيل الثاني والثالث والأجيال الجديدة. والفخر إنه احتفلنا في مطعم عربي لأفراد الجالية مع أكل سوري اللي يرفع الراس، وهذا بالنسبة لنا فخورين فيه. Grande mamá Emel. تحيا الوحدة العربية. تحيا الوحدة العربية. تحيا الوحدة العربية. العرب اتجمعوا على مائدة إفطار جالية العالم العربي في إيطاليا، وشعارهم بالحب اتجمعنا.